ولا بنات يخلونه. هل فيها تعميم؟ ما عممت. لما أجي وأقول تفضل يا حبيبي هذا تقرير عن سجن أبو غريب وشنو يسوون الأمريكان، هل هذا في تعميم؟ ما في تعميم. لما أجي أقول عدام حسين كان يقيم الليالي وكان هذا شنو إشارة؟ إشارة أن عدي ما قلت نقيات ولا عممت ولا. طلال ترى بدأ يقطع عندك طلال، ها بدأ يقطع. تسمع الحين أوكي؟ تسمعني الحين؟ هو أوكي من زمان بس يقطع. إيه فذكرت أنا سالفة عدي. هم شنو يبون إن طلال يعمم عشان إذا جاء بكرة الكل يسمع طلال. إذا عندكم تسجيلات لا تروحون تضحكون على العالم تقولون طلال سب المصريات لا، بالتسجيل. أي شيء حط بالتسجيل وإلا تطلع كذاب. سالفة شو اسمه عدي صدام، أنا قلت عدي صدام حسين علي يقول أنت عبد اللطيف ينكحك ويسوي لك وأنت عبد اللطيف كلام ساقط. قلت له أنت من نوعية اللي إذا نزلنا مصر يعني بإشارة إلى أنك أنت جواد، أنت تجود على العواهر اللي في الكازينوات وكذا. فأنا مجرد ما أنزل مصر أنت لاحظ ترى الكلام مع النساء عنه هو. فقلت أنت من النوعية اللي تجي والله حجيب لك لهتة الأسطى، حجيب لك بنت سكرة، حجيب لك بنات معاهد، حجيب لك أجيب لك في صوت انقطع صوت. هذه حقيقة يا طلال فعلا. أنا والله رحت مصر قال لي عاوز بنات. وين الغذف الحين فيها يا ما في غذف دكتور؟ بس ما في أنا قاعد أتكلم انك أنت جواد، أنت من نوعية التكاسي اللي أجيب لك خمرة اللي فوق وأجيب لك بنات مدارس وأجيب لك بنات معاهد على بنك تغريني. السعوديين ترى يقول لك نفس الكلام والله الأمانة. دكتور ألو من الآخر هذا في قذف جميع بنات مصر، إنه يقذف بنات مصر. من هو اللي غذف بنات مصر؟ من هو اللي جاء لما يجي لك السؤال هو اللي غذف اللي قال لك عاوز بنات؟ زين أستحلفك بالله يا دكتور ألو عدي صدام حسين ما كان يقيم الليالي الملاح وكان يجيبهم يرقصون يا رجل؟ كان يرقصون وكان يطلع الكلاش وكان يروح الصبح الجامعات يختار عراقيات. سألتك سؤال، وين التعميم بالكلام اللي انت قلته هذا؟ تفضل قولي وين التعميم. ما في تعميم، احنا نقول حقائق فعلا. دكتور ألو لا. إن دكتور ألو يقذف بنات العراق. شوف شلون يكبرونها بنات العراق. والسعوديين يا أخي الوليد بن طلال الناس شافته، طيور طارت برزاقه، الناس شافته. شوف العين ما قلنا كلام، لكن هذه حقائق، الحقائق تجرحهم. ومحمد آل الشيخ تذكر كلامه، عبد اللطيف تذكرنا كلامه، شارع تركي الأول. تركي آل الشيخ كان يقول أجسام السعوديات كانوا برادات ماء يا بعد رأسي بيض الله وجهك. الحين يقول لك أن الدكتور ألو يقذف في هم يحاولون يقلبون عليك ويحاولون يلعبون على مشاعر السعوديين. يا أخي هب مثلا أن كلام طلال ولا ألو كعممنا زين، واللي موجودين بالكلوب هاوس اللي يقول ستيانك ومش عارف ايش والكذا وتعالي وصدرك وما ادري شنو. لا هذا ردة فعل مسكين مسكين. بيض الله وجهك. عموما حط رقم الله يعزك نعالك اللي تحت اوسمه في خده، حط نعالك وادعس على وجهه. ومن اليوم ورايح اتمنى، ما هو يعني فرض ولا اني لا اتمنى اي كويتي لا يجي بعد اليوم يقول والله تصدق لحد الحين ما عرفنا ان هذا هو اللي يجيب الهذيل ويخليهم يضربون الكويتيين. والله هذا في مجال انك تاخذ وتعطي وياه. يعني شفت انت عبد اللطيف يا ابن الكلب، امك العن خيرك، العن ابوك، امك يا النغل يا اللي مجنون، امك في قبرها هذا شلون تتناقشون وياه؟ انت اصلا قاعد تكبر. عبد اللطيف يقول سبوا امي بس لا تجون صوب المملكه. السلام سلم. عموما ادعسوهم من اليوم ورايح دعسا. تراك انتم الاقوى وهم اصلا يعني ايش اقول لك، جاهم غلاث، جاهم سعار منكم، توحدكم وطريقتكم وتصدركم. وانت لو انك مو غوي الكويتي والله ما جابوا اضطروا انهم يجيبون واحد عراقي ويجيبون ليبي ويجيبون مصري ويجيبون مدري عشان يطق الكويتي. انت الكويتي لحالك تقدر تجلده بما فيه، لانه هو اصلا بيته من قزاز.
لا تعطونهم مجال ولا تناقشون. الناس كلها تدري انهم سفلة، واطين، قذافين، تعبانين. انا ما راح انعشه واعطيه من جديد. انك ترى انت لحد الحين يعني في احترام بيننا يعني اقدر اناقشك واقدر احاورك، ولحد الحين ترى يعني انت مو سيء ذاك الاساءة اني اتجاهلك، لا ممكن اني اتحاور وياك. لا تبي تقتله، هذا اقسم بالله نفسه منى عينه انكم تجيبون طارية بس وتكررون اسمه. والشغلة الثانية منى عينه انه يحاول تطقونه هو عشان يروح، لما تطقون انتم وتجيبون اسمه يقعد قدام السعوديين يوريهم انه شفتوا ترى انا اطق علي وانا قاعد اضحي من اجل الوطن وانا لا ابي شغله واحده. انت شفت انا بتجاهلك، بطق اللي فوقك، شفت اللي فوقك ابي السبه وعيونك تشوف، واسمك ما راح اجيبه. ابي اخليك تموت. تبي تحاول تصعد على كتافي اني انا اطقك وتقعد تشيحط عند السعوديين اني ترى انا ضحيت، شوفوا ضحيت في سمعتي وضحيت في كل شيء فيني عشانكم السعوديين. لا، انا هذه ابي امنعك منها، ابي افوتها عليك. اسمك ما راح اجيب، بضرب اعتدال، بضرب سعود القحطاني، بضرب تركي، بضرب الناس اللي فوق، ابي افتك فيهم وعيونك تشوف، وانت ما راح اجيب طريق من اليوم ورايح. هذه وجهة نظري. انت خلوكم على نفس النمط، لا تعطونهم وجيه وحاولوا انكم، لكن سالفة انه والله يدخل رومك متى ما يبي ويصعد فوق متى ما يبي وتناقشه وتاخذ تعطيه كذي، ما راح اصلا، راح يتعبك وبعدين ما راح توصلون للنتيجة. لحد الحين قاعد تعطونه طوق النجاة وقاعد تنعشونه. والله يا طلال ما صعدهم، انا شفت عبد اللطيف لو شوفه تحت ابعدي والله ابعدي. من اليوم ورايح انتم عرفتم 3 سنين، لا تقنعني ان ما حد يعرف ان سلطان العموج تافه وخايس وقذاف، احمد العتيبي كذلك، عبد اللطيف كذلك، انت يا فلان كذلك، الطويل ودحيم نفس الطريقه. ترى دحيم ما يقل عنهم سوى، ترى للعلم بقول شغله بس طاح من عيني على فكره. انا دحيم بس ابشري عضلة المايك واجد اوفر اليوم. ما في مشكله يا اخي، اسمحوا لي هالمره انا مسافر يا اخي، ترى الاسبوع الجاي هذا كله راح اخليكم، راح التهي اصلا انا بنفسي. بس منال دحيم لو في اقرب فرصه يعيد العلاقات ويا عبد اللطيف ولا الناس هذه، قسم بالله راح يكبكم، وراح يجي يوم تقول يا اخي تحسفنا، راح يبينا راح تحسفون تقول ليتنا ما اعطيناه مجال، ليتنا ما اعطيناه مجال. هذه وجهة نظري. شكرا لكم وكافي عضة مايك. تفضل يا منال. زاد فضلك. أول شيء يا مرحبا أبو خالد. هلا والله. أبو خالد من شوي دكتور أرو طبعا كان مشغل التسجيل وقاعدين نسمع. لفتت نظري 3 مداخلات. المداخلة الأولى واللي أقبح شيء فيه، أنا دائما أقول دحيم نتجاوزه لظروفه، لكن هذا ولد قليل أدب. من شوي ايش قاعد يقول ان انت يا طلال جبت زوجتك البوليفارد، فلذلك الكلام اللي قلته يشمل زوجتك. يا كلب، طلال عمره يقول ابدا هب مكذب، اشهد انه كذب كلب، اشهد الله انه كذب. ما عمري رحت الرياض عقب التطور وعمري في حياتي ما قلت اني اخذت عيالي ولا زوجتي ورحت موسم الرياض. انا قلت انه لا شو كم ربيته مكذبه. قولي له اذا تقدر، او دكتور الو اذا غبت انا احشروه واضغط كون سمه بالزاويه هذه. قولوا اذا جبت تسجيل ان طلال يقول الكلام هذا، طلال يغادر البرنامج الحين. نعنبك مكذبك وما اخسك وما انذلك. عمري في حياتي ما قلت اصلا، انا اقول اتجاهل الرياض بكبرها اصلا من الامور اللي قاعد نشوفها، وقاعد التحرشات والخرابيط واللي انتشرت. اروح ادود هلي البوليفارد، اعوذ بالله. اللي عنده تسجيل اني انا قلت الكلام هذا لا يقعد ينابح واجد، يحط التسجيل. تفضلي. زاد فضلك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، صعد محمود حداد، ولو اني هذا الرجل احترمه، لكن الكلام اللي قاله أنا ما أدري إيش قاعد يقول هذا يجاهر بالمعصية،
وهذا مدري إيش، وهذا يشرعن، طبعا إسقاطا على مين؟ على سعد الغانم. سعد الغانم طبعا التوجه ضده الآن لأنه تم الغضب عليه من قبل الطوفة، لكن قبل كانوا ما يقولون شيء. لكن أنا بسألكم سؤال، لما لقيتوا هذه الشغلة على طلال، ورغم أن البنت إيه اللي دازة لطلال وإيه اللي عارضة نفسها لطلال، وشوف الصورة وشوف المدري إيش، إيه بنفسها كل شيء كاتبته، حتى طلال إذا تذكرون الملاحظة ما انتبهت ما شفت، يعني أنت اللي قاعدة تقولين الرجال شوف، تقولون أن طلال يجاهر بالمعصية. شلون؟ متى جاهر؟ هل هو اللي عرض السالفة؟ هل هو اللي عرض المحادثة؟ اللي جاهرت هذه اللي انتم تعززون لها، اللي فجأة صارت بنتكم، اللي هي نور طويل، هي اللي جاهرت. إيه؟ اللي جاهر اللي عهد سعود ناصر اللي جاهر. أيوة. السؤال الثاني لكم، أنا ما أدري دائما لما يصير موقف تصدرون لي كم بنت ومعاهم هالمرة دحومة هو من ضمن البنات، أربعة على الستيج، سوالف المهرة يا مسكينة. أنت في عندك مشكلة مع طلال من يوم اتهامك له في موضوع أن السعودية تحولت من محمد بن عبد الوهاب لشيرين عبد الوهاب، وحلفتي لنا سنتين أن عندك التسجيل، وبعد كذا اتضح أنه مو طلال اللي قالها طلال الديمقراطي. ولما قلنا لك طلال الديمقراطي حلفتي وقسمتي أن طلال هو اللي قاله وزعلتي وطلعتي. حبيبتي شغل الزعل ذا تخلينا. صعدت لي اليوم طلال يجاهر بالمعصية، وأنت يا سعد الغانم تفتيله، وأنت مدري إيش. طب أنت إيش تبين الحين؟ طيب لما عبد اللطيف تكلم على شارع التحلية واتهم أن شارع التحلية شارع دعارة، يا مواطنة يا صالحة، فتحتي ولعنتي خير عبد اللطيف، قلتي له عيب عليك وهذا أنت ضد الوطن وغيره وغيره، ولا شاطرين لا سمعتوا شيء بطلال جلستوا تتكلمون. بعدين في وحدة صاعدة كيف يجاهر بالمعصية، أصلا الشيء اللي قاله طلال أمس شيء لا يغتفر، الله أكبر. واللي سمعتوه من لسان كبيركم ذاك اليوم لما قال أنا زي نساء وغيره وغيره، لبثتوه قلتوا له عيب يلا أطلع برا حنا ما نتشرف فيك، زي الكلاب ولا كلمة عليه. لكن أنتوا دائما تتجمعون على حرف يقول طلال، يعني. ودحومة نسينا روماتك عن خزنة. أنا عيب أقول روماتك، ترى روماتك اللي عن خزنة، عاد أنت أعرف إيش تقصد فيها. هذا شرف ولا أدب ولا احترام ولا أخلاق ولا وش يا دحومة؟ عيب التنطط والترندات باسم طلال العازمي. بس طلال صعد عند دكتور ألو 5 دقايق، جتني هذه إكسترا على مدري إيش فتحت روم وكتبت طلال العازمي، وبديتوا كل واحد يستشرف ويجاهر بالمعصية. متى جاهر؟ لا، اللي جاهرت بالمعصية اللي أعطتكم المحادثة، اللي في منها المحادثة وأزفت منها على دحومة اللي بينكم، على عبد اللطيف، على كل واحد قاعد يستشرف عليكم. لا تظنونكم مطاوعة. وترى على فكرة طلال العازمي ما دخل البرنامج هذا وقال لكم أنا مطوع ولحيتي لبطني. ترى حالة من حال أي رجل هنا، وحالة من حال أي بنت. يعني أنت اللي قاعدة تستشرفين. أنا لو أفتح الخاص حقك راح ألاقي بلاوي. حبيبتي خضوعكم لعبد اللطيف هذا وش اسميه؟ ليه قاعد خاضعين له بهالطريقة؟ أكيد الخاص عندكم في بلاوي. إكسترا هذه اللي طلعت لنا فجأة، اللي قاعدت لي بكل ستيج تسيء وتغلط على الكويت وعلى بنات الكويت. حبيبتي إيش معطينك؟ إيش قايلين لك؟ شو مسوين لك؟ فلا حد يستشرف، كل واحد هنا عنده سالفة. فلما تشوفون واحد موجعكم ولقيتوا عليه حرف واحد تكالبكم عليه، هذا يوضح حاجة واحدة، إنكم تدورون الزلة. بس صدقوني حتى الزلة اللي لقيتوها ترى هو ما له دخل فيها. البنت اللي عارضة نفسها واحدة أنا أسميها يعني مع احترامي هي صاحبة الصور الإباحية في برنامج الكلوب هاوس. هذه البنت تعرض بكيني وغيره وتقول هذه صوري. لما تيجي تعرض نفسها على أي رجل وشو بيقول لها قومي صلي؟ أكيد بيقول لها مثل الكلام اللي شفتوه وألعن. حتى أنتوا يا أشباه الرجال اللي تصعدون لي في ذا البرنامج وفي ذا الروم بالتحديد وتتكلموا في ذا الأخلاقيات، لا تقولوا نفسكم ملاكة
والله لو نفتح الخاص حقكم راح نلاقي بلاوي بلاوي. يعني زمردة هذه اللي كلبة عند عبد اللطيف، تذكرون عنجهي وش قال عليها؟ فضح فيها لين قلبس. في النهاية ايش سوى عبد اللطيف؟ هذه مثل بنتي، ما أقبل أحد يتكلم عليها. ليه؟ لأنها كلبة تخدمك. فالشيء اللي قاعدين نشوفه ترى وضعكم يحزن. تتجمعون على توبك، أتحداكم تفتحون توبك ما في طلال العازمي وتسمعون بعض، حتشوفون نفسكم 5 6 مع بعض قاعدين تسولفون، ما عندكم سالفة. والله يا منال أمس حاولوا يعني يدزون مرتزق اسمه زيد الغردي، هذا الكلب ابن الكلب اللي لو دولته العراق تنسب ما عنده مشكلة، أهم شيء مسوي روح أنه أنا أحب السعودية، السعودية سوت لكم، مع أن دولته ما يدافع عنها. العراق عنده والغندرة واحد. شنو كان يسوي؟ أنا أريد أشغل لك دكتور علو تسجيل لما تقذف مني هاد. متى هذا التسجيل؟ قديم. وأنا ترى بالعكس، أنا لي القدرة إني أتأسف من أختي منال، زين، وكل اللي قلته أنا أقول لك يبا الله بالخير، أنا ما كنت بوعي، خلاص، نقطة آخر السطر. يعني أنت مهددني تبي تزلغ بيني واير بين طلال ومنال وبين ربعي الكويتيين، والله تخسي وتعقب. أنا أرد عليك بكلمة واحدة، أنا أقول لك يا زيد الغردي يا ابن الكلب، يلي ما تدافع عن شرف العراقيات وتدافع عن شرف السعوديات، مع أن السعوديات محشومين منك. أنا ككويتي أنا اللي دافع عنهم، أنت ليس خليجي أساسا، أنت نغل مرتزق حالك حال الليبي ابن الأمازيغية هذا. بس تهددني أنا أريد أشغل لك تسجيل وأنت تقذف مني هال والعباس، زين أوكي، شنو استفدت؟ أنا ومنال الحين متصافين ولا نرد عليك، وبيننا وبينها رب العالمين إن شاء الله، والله يغفر لي ويغفر لها. هذول مرتزقة، هذول عيال الكلب، قردي على ليبي يدافع عن مواطن اسمه عبد اللطيف آل الشيخ جد المجدد، تخيلي هذه وين ارجعها؟ حاط لأمازيغ القردي يدافعون عن المجدد جده السابع عشر. فهذه الحقيقة يا اختي منال، وبس. والله اذا عندك شيء تفضلي. زاد فضلك. لا والله كنت بس برد على هالتافه من شوي، وارجع واقول انا ودكتور الو وكل الكويتيين بما ان احنا كويتيين حنا نتصافى، لا تدخلون بيننا حتى لو تشوفونا نتهاوش، ما لكم دخل. اهم شيء ما راح نخون بعض، ما عندنا اسلوب التخوين هذا، مو موجود عندنا. واي شيء يقوله دكتور الو اوكي انا بزعل، انا بقول شيء ضد دكتور الو بيزعل، لا بنهايتنا والله يا بنتصافى. منال محشومة، وانا الله اسف على يعزك كل كلمة قلتها والله. ولا يهمك. اي والله، اي والله، اي والله. الحين يا زيد شنو موقفك من الموضوع؟ طوط 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 طوط، شنو موقفك؟ انا اريد ازلق دكتور علي مع منال مع طلال عازمي. ليش؟ عشان يطقون بعض والعباس. الحين ايش تسوى عليك يعني؟ يا نقل يا غردي يا ابن الكلب، والله العظيم ما تسوى عليك، وادري انك تسمعني. الحين انت قاعد بمصافط مرغص برشلونة اللي بأربيل، ناطر البنات يخلصون الساعة 7 الصبح عشان توديهم بيوتهم. ها زيد ايش تسوى عليك؟ يا كلب يا ابن الكلب. العموم نتجاوز الغردي هذا. ترى امس والله العظيم يا الربع من امس يهددني، والله العظيم اشغل تسجيلك لما تقذف منهال، والله خليهم يقلبوا الدنيا عليك. شنو صار؟ ما صار شيء ترى. انا واختي منال تصافينا وانا اسف حقك علي، ترى عادي، 1+1 يساوي 2. توتة خلصت الحتوتة. خالد مانع ما ادري انت مسوي والله خالد مانع هذا يعجبني، على باله وزير الداخلية، يقول تصبحون على خير وتحياتي لكم مدينة الحصير. ايش فيك خالد، ايش فيك؟ المهم نتجاوز خالد.
تعالوا انا والله العظيم يا الربع ما ادري ايش سالفه الهاند هذا كله تقول لي مسكر. تعالوا والله الهاند مفتوح بفتحه والله. هذه سوالف عبود العفاسي صديقي الصدوق. منو بيرفع يده؟ حياكم. والله خالد ما انا حسسني انك نواف الاحمدي. سوري احمد نواف. انا ترى والله غلط بين الاسامي. الله ياخذك يا خالد مان، الله يوفقك، ميزان حسنات. والله غلط والله يا ربي. تعالوا رفعوا ايدكم يا ربع. ساجر حياك الله، كرامة وطن حياك الله. هلا دكتور، مساء الخير. يا هلا ساجر حياك الله يا حبيبي. والله يا ساجر السالفة مو ترى صيدات. هذا انت مودريتر يا حبيبي. السالفة مو كذي ساجر، السالفة ان هذول يشبهون علينا. تخيل يعني عبد اللطيف على الامازيغية على الكلاب هذول يشبهون علينا. ادري والله. انا قبل شوي دخلت الروم عند السفل هذا. السلام يا جلال. عند السفل هلا ابو جلده. التيس البربري اصيل اللي كان معهم تنعيل. بس صبركم زيدوا معه، خلكم معه عشان هم يدرون يعني السفله في يدرون ان منعلهم ما خلى فيهم شيء، لا في اعراض لا في قاده ولا شيء. هذا اصيل البربري نفسه التيس سوى لكم كذي. فالمهم متجمعين عنده. دخلت الروم ثواني طبعا قبل يعطوني التيس، لكن بس مجرد دخلت سمعت يعني هذه المطلقه التافهه اللي اسمها نون. يعني نون انت تافهه شوف ايش كانت تقول. كانت انا هذه نون اسميها نون المرسيدس. هذه اول مره تسوق اي وتروح البحرين ترى بروحها المرسيدس. اعتقد ان يعني رومات انفتحت تحكي لكم من نون، لكن مش هذا موضوعنا. شوف انت هذه مشكلتنا. واحده سافله مثل نون هذه، هي طبعا ما تحب الكويتيين لسبب لانها فلست من الكويتيين. تدري الكويتي ما يشتريها بهذا، ما يشتريها الكويتي. الكويتي ذكي يعاين البضاعه لا شك ولا ريب. وكانت هالبضاعه فاشله. فانت الفاشله يا المطلقه اللي طالعه فيها نفسك من غير تنقيل نفس في البرامج يا ساتر. من الان فصاعدا اللي بيدخل عند الكويتيين في رومات الكويتيين هذا امه وخواته ما عندهم شرف وبتاع تصفقون يعني يا يعني انا بكذب الروم قبل شوي. انا اقول الكلام هذا. كانت رومات غريب. انا شفت الشات ناس نعرف والله يعني نحسبون الشوارب والله الناس اللي انقال عليهم ويصفقون ويخرب بيتكم. قاعد تقول لكم يدخل عند اي روم كويتي فهذا امه وخواته ما عندهم شرف وانتم تصفقون يا بس شوف الاشكال هذه اللي يسهل استحمارها تتعب والله. يعني انت تفهم حمار هو بالنهايه حمار يسهل استحماره وركوبه. يعني مثل ما اصيل راكبهم، قبله زيد الكاولي راكبهم، عبد اللطيف داعي عليهم راكبهم. الاشكال هذه اللي يسهل استحمارها صعب، راح تتعب، يرتفع ضغطك ترى لما تحاول تفهمه والله. فانا اشوف الجهد معهم ضايع يا دكتور. خلينا نسمع جلاد. هلا الكابي، هلا بالحبيب، هلا والله كويتيين الشرفاء. انا هذه نون نصحتها مره في عند روم عبد اللطيف، قلت لها انت المفروض منك تسوين ختان عشان تقل محنتك على الكويتيين في هذا البرنامج. لا بس انت مو قصدك انت شوف في بعض البنات للامانه الزنبوره مالتها كبيره. ايوه يعني لازم يقصونها عشان لا تحك السروال. ايوه زين اي فاهمك. فانت لما تشيلين هذه اللحمتين اللي تحت عندك ثقي بالله المحنه مالتك علينا راح تقل، واحنا نرتاح، واحنا ككويتيين نرتاح منك يعني، لان حنتك علينا ومحنتك علينا هذا تاذينا بصراحه، لان احنا ما ودنا نلطخ ذكرنا في يعني انت واحده قذره يعني الامانه يعني ليش نظيفه يعني. وشاكر لك يا علو. حياك الله يا حبيبي. تفضل ابو خالد تفضل. يا هلا مرحبا. السلام عليكم. يكفي اخوي جلاد على الكلام
يعني ما اقدر اتكلم بعد اخوي الجلاد. حبيبي يا أبو خالد. لا، سلام. خلاص ما تتكلم، ما تتكلم بعد اخوك الجلاد اذ فتحت. خله عطى فرصة. والله العظيم هو قال ما اقدر اتكلم بعدك تكفى عشان لان اخاف يسبني، عرفت؟ اخاف لا لا يسبني. لا لا انا الجلاد إذا خلاص صعد صعد. تعال ابو خالد تعال، بس تكفى ابو خالد، ترى قلت بوجهي تكفى، لا تغذف احد، طالبك تكفى. ماشي حاضر. طيب حلو، ليه انت